والله شوف سيد عدي شفيق، بفيديوهاتك اللي هي انت عم بتقول بانه هي ما أنا معادي للامارات او ما أنا معادي لقانون الامارات والى اخره. اللي حاب خبرك اياه انه انا حاليا تقريبا طلعت على القناه هيك وشفتها كلياتها، وعم بتقول انه حكوا معك وقالوا لك والى اخره. هذا الفيديو بس انا حاب اعطيك هيك في البدايه، لانه اذا انت كل ما طلعت فيديو انا رح ارد عليك بشكل توضيح. يعني انا انت لاحظت في فيديوهين قبل انا لا سبيت ولا شمتمت ولا خبرت عن شيء. انا بحكيك بالمنطق، انت ناقشني بالمنطق، ناقشني بالقانون. اوكي، حادثة فردية صارت معك انت عم تحكي فيها بشكل عام، انت عم تحكي فيها للناس كلها، ما ماسك الموضوع وماسك فيديوهات. اوكي، ما عندك اي مشكلة. شوف، كل فيديو بتطلعه انا رح اطلع مقابله اشرح للناس مثل ما انك عم تشرح وبلغتك انت. يعني في لغة أنت عم تستخدمها، أنا رح أستخدم نفس اللغة، نفس الصياغة، نفس الأسلوب. المرة الماضية أنت حكيت عن موضوع العوير، أوكي، وأنا رديت عليك عن موضوع العوير. بس ما زدنا ولا نقصنا. الحلقة اللي بتطالع كل مرة أنا رح طالع لك إياها، مو مشان شيء، حتى إذا حضرتك مانك متعرف شو في كلمات قانونية هنيك، أوكي، لحتى ما بتتعلمها، عشان ما تعرف انه انت ماسك ملف وجاي فيه. لا عرفنا شو قضيتك ولا عرفنا شو دنيتك ولا عرفنا شو الموضوع اللي لك وماسك فيها وساحب سحاب على كيفك. كل فيديو رح تطلعه رح اطلع لك فيه رسميا، ما عندي اي مشكله. انا نفس الناس اللي عم تسمعك لانه انت ما قضيت وصديت ومضيت وعملت وصار معك دنيا ودين، نفس الشيء رح تسمعني الناس. فهمت علي كيف؟ بس نحن لا بدنا نتبارز لا بعدد مشاهدات ولا شيء، بس مثل ما انت عم تشرح للناس كيف تعاملت وكيف كنت بالامارات وشو صار معك، وتحكي على نيابه دبي وتحكي على شرطه دبي وتحكي على الناس اللي انت اجيت لعندهم واشتغلت، ويمكن صار معك ظرف وفشلت في ظرفك وفشلت في شغلك وجاي تحط في لا. فانا بشرح لك، بشرح للناس اللي انت بتحكي لهم، بشرح لهم قانونيا شو الشيء اللي عم تشتغله انت. لانه في كلمات قانونيه. يعني المره الماضيه بالفيديو انت عم تستخدم موضوع القائد العام لشرطه دبي، عم تستخدمها بالعوير. شو العلاقه قائد عام شرطه دبي بالعوير؟ ما انا هون تاكدت انك انت مانك عرفان هذا شو اختصاصه وهذا شو اختصاصه. مشان هيك مفكر الموضوع هيك. انا معك، بتطلع مليون فيديو رح طلع لك مليون فيديو، خلصت. انا معك، انا ما عم حاربك لا. بس مثل ما انت عندك انه عم تقول انت انه ما هدفك انك تعادي الامارات، لكن ليش عم تطلع فيديوهات تشرح فيها اسماء وتحكي فيها اسماء نيابه وتحكي فيها اسماء شرطه وتحكي فيها اسماء؟ شو الفكره يعني؟ انا ما فهمت شو الموضوع اللي عندك يعني. انا ما عادي يعني، اتس ايزي، الموضوع ايزي عندي انا. اما انك انت تيجي تحكي على دوله مثل هي حاضنه لوافدين وناس شغالين بادب وباحترام وبكذا وجامعين فيها مجموع، لا ما بنسمح. ما بنسمح. نحن عشنا 14 سنه بخير هالبلد، ما بننكر الفضل علينا نهائيا. مو اذا صار معنا مشكله فرديه ولا صار معنا كذا بنطلع وبنحكي وبنسولف وبنعمل لا. فلو تكرمت يا سيد عدي، كل ما طلعت فيديو جايك انا ابو الليل، جايك على الاونلاين. توكل على الله.